السكينة هذه لن تدوم طويلا، فهي رهينة نور الصباح. فمع غروب الشمس يتحول حي الخامس جويلية بمدينة الأربعاء إلى حلبة صراع بين المرحلين الجدد الحميز وسكان لبالمي، قطبان متصارعان كل منهما يحاول فرض سيطرته. وهنا كل الأسلحة البيضاء والألعاب النارية مباحة. قاعد مازال يقول لك الحميز ولبالمي وهذا يرفد لهذا حاجة وهذا يرفد لحاجة هذا وهذا يسب حاجة هذا وهذا يطيح لهذا وكلام زايد. من المفروض أننا نكونوا خاوة ونتحاماو على حاجة زينة ماشي حاجة شينة، نتحاماو على حوايج اللي تنفع المجتمع. لا ندخلوا نقراو يبداو يطاكوا علينا بالحجار، نبداو يطاكوا حنا ما نقراوش، كسروا القزاز نكسروا حنا نعاودوا يخرجونا نروحوا للدار، ماشي نقراو كاع. اختلفت التصريحات حول أسباب اندلاع الاشتباكات بين غياب المرافق وبين طيش شباب. حاجة اللي خلتنا مختلفين هكذايا تا هادوك مارقين علينا ولا احنا مارقين عليهم، احنا ما لهيناش ماناش لاهيين، احنا كون جينا لاهيين بخدمة ولا حاجة كيما قالك بالون ولا ما على باليش كلنا لاباس بينا. حاجة الأولى الجامعة شفتوا وراهو ما كانش جامع كانش باش يجمعنا، جامع باش يجمعنا ما كانش. وانا باش نقول لك هادوك ما يسواوش ولا تو انا ما يسواوش، احنا قاعد جزائريين. المشاكل هادو ما حبوش يخلصوا، البروبليم ديالهم دواء كاشيات، صحاب الكاشيات لما يديروا هكذا ويروحوا فيها عباد ولاد فاميليا. السكان طلبوا بتوفير مقر أمن بالحي. كنا عند وكيل الجمهورية درك طلبنا منه الأمن، احنا نضمونديو الأمن في هذه الحومة هذه. على الأقل تكون بوست تاع لا بوليس ولا الدرك الوطني، تكون الإنسان هذا متقرب من السلطات المعنية. الاشتباكات المتكررة بحي 5 جويلية ليست الأولى ولا تنحصر بها فقط، فجر الأحياء بالبلديات تتشارك نفس القضية، صراعات وزعامات تحاول فرض نفسها، والضحية دائما أرواح تزهق.